طب النهارده هنشرح الجرامر الخاص بليسون 1 و2 يونت 1. ده منهج اولى ثانوي الترم الاول من كتاب المعاصر. طبعا انا بتكلم عن حاجه زمن اسمه الباست سمبل. طب انا الازمنه يا شباب، انا محتاج كل زمن اعرف له ايه؟ خمس حاجات اساسيه. اول حاجه الايه؟ الفورم بتاعت الزمن ده. يعني ايه الفورم؟ يعني شكل الزمن، شكل الفيرب في الزمن ده عامل ازاي؟ ادي الفورم. نمبر 2 محتاج اعرف الكي ووردز، او خلينا ابدا بقول اليوزج الاول، الاستخدام. نمبر 3 بعد ما عرفت استخدام الزمن ده، يعني الزمن ده بستخدمه عشان اعبر عن ايه من حيث المعنى، في حاجه اسمها ايه؟ الكي ووردز، يعني في كلمات داله على الزمن ده. نمبر 4 لازم اعرف النيجاتيف، اعمل نيجاتيف للزمن ده. وعشان اريحك، اي نيجاتيف في الانجليش بتعمله بالهيلبنج فيرب زائد ايه؟ زائد نوت. واخر حاجه الكويشن، الايه؟ الكويشن اللي هو السؤال، والسؤال في الانجليش له نوعين: يس اور نو، وده تكوينه اداه استفهام زائد هيلب. لا، هشيل بقى اداه الاستفهام، يتبقى الهيلبنج فيرب ايه مباشره؟ يبقى هيلبنج فيرب مساعد فاعل، فعل لو موجود، او دبليو اتش كويشن بيتكون من اداه الاستفهام، ونفس تركيب اليس والنو كويشن، مساعد وفاعل وفعل. تعال نبص على زمن اسمه الماضي البسيط. الزمن ده التكوين بتاعه ده يعبر عن حاجه حصلت، يعني او باختصار كده ادي التايم لاين بتاعي اهو. احنا هنا ناو، احنا هنا ايه؟ ناو. ده الماضي البسيط، شكرا. حاجه حصلت في الماضي وانتهت، ملهاش علاقه بالوقت الحالي. طبعا الفعل المنتظم ينتهي بدي، اي دي، اي اي دي، او بضاعف الحرف الاخير واحط اي دي. يعني I he أو they attended the party yesterday. yesterday دي كلمة تدل على الزمن. هتنفي didn't والمصدر، ممكن تنفي ب was not أو were not، بس مش هتجيب بعديهم مصدر، هجيب بعديهم يا إما noun يا إما adjective يا إما preposition حرف جر. yes or no question مساعد فاعل فعل. did he attend the party yesterday؟ أداة استفهام هي مساعد did، والفاعل attended yesterday. what did you attend yesterday؟ مبني المجهول ماضي بسيط was were، والتصريف الثالث بتبدأ بالمفعول. البارتي was attended يعني حضرت، يعني ناس حضرتها. باي بواسطة، وهتحط ضمير مفعول لو عايز تحط ضمير. yesterday كلمات دالة على الزمن. عندي yesterday، عندي from كذا to كذا، how long ago just now first كذا then كذا. عندي in the ancient times once، أو once upon a time، the other day lost in the past in period of time. الكلمات دي هتتكتب نص صفحة واشوفها المرة الجاية. خلاص. I ate my food 10 minutes ago. We lived in Tanta from 2000 to 2010. استخدام ماضي بسيط، حاجة حصلت وخلصت في الماضي. We visited the Grand Egyptian Museum 2 days ago. طيب events happen in sequence، في تتابع زمني كده، حصل الحاجة دي وبعدين كده وبعدين كده. يبقى teacher entered the class، بعدين greeted the students حياهم، بعدين started the lesson. عادات في الماضي which no longer exist، ما عادتش موجودة. when I was young I played in the street every day، كنت بلعب في الايه؟ في الشارع كل يوم. طيب in the past people traveled on camels، زمان الناس كانت ايه؟ بتسافر على الجمال. طبعا ممكن تنفي، استخدم الماضي البسيط الفيرب تو بي في الباست سمبل زي was او were. هتعمل نيجاتيف هتبقى wasn't weren't. تمام. ده الفيرب تو هاف معاك ايه؟ معاك had، النفي بتاعك didn't have. الفيرب تو دو الماضي بتاعه did، والنفي بتاعه didn't do. تمام. لاحظ طبعا ان انا لو استخدمت فيرب تو بي هجيب ايه؟ هجيب noun، هجيب adjective، هجيب preposition. يعني علي was a taxi driver 10 years ايه ago. تمام كده. was plus ايه؟ plus noun. يبقى ده زمن الماضي البسيط. تعال نبص بصة نكمل. اعمل لي ده. اوكي، ده هنعمله واجب. وتعال نبص على used to.
من استخدامات الماضي البسيط ان انا بعبر عن عاده في الماضي. عشان اقول عاده في الماضي بستخدم يوز تو والمصدر، اعتاد على فعل شيء في الماضي ولم يعد يفعله في الوقت الحاضر. طبعا انت عارف الجرامر سهل بسيط بيتكرر، ما فيش جديد يعني في الموضوع. he used to smoke but now he cares about his health. هتعمل negative didn't used to. he didn't used to smoke but now he does. ممكن تقول never used. he never used to smoke but now he does. yes or no question. did he used to والمصدر. did he used to smoke? yes he did. no he didn't. أو what did he used to do? he used to smoke. الاستخدام اليوزج بتاعي for habits and situations in the past that don't exist in the present، مش موجودة في البريزنت. دي جزئية. خلي بالك من الطرق التانية بقى، ده الجديد بقى. خلاص دي يعني الزمن بتاعك هتلاقيه الزمن العادي اللي انت بتدرسه، وهتلاقيه الاكسبشنز بقى اللي هو الايه، الحالات الشاذة، الحاجات الإضافية، هي دي اللي فيها كلام في الامتحان. يعني قال لك no longer زائد البريزنت ايه simple، يعني he no longer smokes. ماشي. لم يعد يدخن بشراهة. no longer smokes a lot. it means he used to smoke a lot. معناها ان هو اعتاد ان هو، بس هو لم يعد، هو كان عادة وخلاص. he doesn't smoke a lot any longer او anymore. خلي بالك من التركيبة دي، بمعنى لم يعد يحدث ثانية او بعد، لم يعد يدخن بشراهة ثانية. يبقى no longer any longer anymore هتستخدمهم مع المضارع البسيط. it was someone's ملكية to ايه، صفة ملكية habit to المصدر. it was his habit to smoke a lot معناها ان he used to smoke a lot. خلاص. it was عمر's habit to smoke a lot، يعني عمر used to smoke a lot. او he was in the habit was aware in the habit of verb ing، وكان في عادة كذا، يعني he was in the habit of smoking a lot. او الفاعل وgot into the habit of، بتستخدم الصيغه دي بمعنى ان الشخص انخرط في عاده ما، اعتاد على التدخين بايه، تقريبا. ماشي. he got into the habit of ايه، of smoking a lot، يعني انخرط في عاده الايه، في التدخين. كويس. طيب في بعض افعال اهيت اللي هي بي وجيت وبيكم قبل يوزد تو، هيصبح الفعل بعدها مضاف له اي ان جي، زي الفيرب تو بي. he was aware او حتى is. used to verb ing او noun او pronoun. ماشي. got او become. he used to smoke. he was used to smoking يعني كان معتادا على التدخين. he got used to going to the club. got used to going اعتادوا على الذهاب الى النادي. أمل became used to. أمل became used to riding أصبحت أمل معتادة على ركوب الخيل. the children were used to playing يعني اعتاد الأطفال على اللعب في الإيه، حديقة. طبعا ما بستخدمش used to مع الفترات، مع فترات الوقت القصيرة، لأن دي عادة فتاخد وقت. ما ينفعش أقول I used to visit my uncle last week. الأسبوع اللي فات ما تلحقتش تعمل عادة يعني. حاجة بدري شوية. انت عايز تقول، لا تقول I visited، انا زرت عمي الايه الاسبوع اللي فات، وخلص الايه الموضوع على كده. ممكن استخدم احوال التكرار اللي هي always usually و often مع الماضي البسيط للتعبير عن مدى تكرار الحدث. يعني I always احنا كنا دايما بناخدهم مع مضارع بسيط، بس النهارده بستخدمهم مع الماضي البسيط عادي عشان تقول مدى تكرار الحدث. I always went to school early، انا كنت دايما بروح المدرسة بدري. The camera is used. بص هنا بقى be used to أو for، لو هنا مفعول مش هيبقى اعتاد على، هيبقى ده مبني للمجهول معناه يستخدم في كذا. ففي الحالة دي هتقول الفيرب المفعول والفيرب to be used to هيجي مصدر، مش هيجي فيرب او ان جي، وهنا used for فيرب او ان جي. يعني الكاميرا is used to take photographs، أو الكاميرا is used for taking photographs. واضح؟ هتعمل، خلي بالك ملاحظات بقى لحل السؤال الرأي. didn't والمصدر I didn't play football in the street بتساوي I never played football in the street. when did والفاعل والinfinitive when did you buy this car
هتساوي how long ago والفاعل والمصدر. how long ago did you buy this car. was aware والفاعل والصفة. was the food good. هتقول did والفاعل ومصدر. did the food taste ايه؟ taste good. it was my أو his habit to المصدر بتساوي الفاعل was aware in the habit of وverb ing. it was my habit to study hard أو I was in the habit to study hard. كل ده بيساوي I used to study hard أو I used to study hard. كده واضح؟ تمام. هنا no longer والفعل المضارع بيساوي used to والمصدر. يعني my father no longer walks to work. بابا ما عادش بيمشي للبيت، معنى كده للشغل، مع ان هو اعتاد ان هو يمشي للشغل بس دلوقتي بطل. يبقى my father used to walk ايه؟ to work. معايا النفي، طبعا اني بتيجي مع النفي. any longer او any more. I didn't have a bike any longer. ما عادش عندي دراجة، معناها ان انا كان عندي، اعتدت ان انا يكون عندي دراجة، يبقى I used to have a bike. الفيرب to be برضو مع no longer. he is no longer shy. يبقى he used to ايه؟ be ايه؟ shy. اعتاد ان هو يكون ايه؟ shy. انا هعمل تشيك بوينت ده واجب خلاص كده، وهحل تدريباتي على جزء اللانجوج ده واجب، وهحل على lesson 1 و 2 اوكي واجب، وهقف عند part 2 يبقى اخرنا page 27. شكرا.